السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم رمضان هو موسم للعبادات والطاعات والتسابق في فعل الخير، ولكن كثير من التجار يستغل هذا الموسم للخداع، للغش، للسيطرة على عقول الناس وجلبهم وسحبهم لكي يشتروا منه أكثر وأكثر، ويقوم نزل العروضات يا أخي وهمية، كثير ما تهمش الكل، ولكن الكثير ينزل عروضات وهمية لا وجود لها ولا أساس لها. يجمع لك البضاعة التي ما تمشيش طول السنة وقال نزلها وربط فوق 2 قلاصات ولا 2 صحون ولا 3 مطايب، وقال لك في معنا عرض، وهذا لك الزحمة، وهذا توصل إلى إيش؟ يحسبه ظمآن، توصل إلى سراب، لا شيء تستفيد منه. ربط لك شولة، ربط لك ثلاجة، اللي ما يمشيش طول السنة. لماذا لا تكون العروضات في الأشياء الاستهلاكية الذي يستخدمها الناس واقعيا، يستخدمها الناس يوميا؟ لماذا لا تكون العروضات منها؟ أقول لكل تاجر